السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. جيتكم بسلسله مملحات اللي راح نفتتحوها اليوم بالبيتزا الكاري مع شوقات الجزائريين، تجي مقرمشه وهشيشه وبزاف بنينه. نبداو الوصفه على بركه الله. هنا في اناء نسحقوا كاس ما يكون دافي، بنفس الكاس كيلنا كاس حليب يكون دافي تاني، ملعقه خميره الخبز، ملعقه سكر، كاس سميد رطب. انا هنا استعملت سميد رطب مامو. نخلوه يريح لمده 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. نزيدو 3 مغارف زيت. في البيتزا كاري ما لازمش نكتروا الزيت باش ما تجيناش ثقيله، بس راح نسحقوا الزيت مع الاخر. هنا 3 كيسان فرينه بنفس الكاس اللي قصت به مع الاول، حنكيل به دوكا. هنا الملح ما تنساوهش. هنا كي جيت نلمها صب لي ناقصه شويه، زدت لها نص كاس واحد اخر. لازم تجي تتلاصق عجينه. حنا نحاولوا نلموها برك ماشي نعجنوها. هنا ندخلوها ترتاح خطره واحده اخرى حتى يضاعف الحجم. ومن بعد ما يخمر نشمخو يدينا بالزيت ونسيو نديروها كريات ونحلوها. هنا غير بالزيت، ما نستعملوا لا فرينه لا والو. هنا نقصت الزيت مع الاول باش نستعملو دوكا باش ما تجينيش ثقيله. هنا حليتها غير بالزيت. نجيبو السنيوه نديرو فيها بابي كويسون ونرشو فوقها سميد رطب، ما لازمش فرينه. ابخي نحلوها رقيقه بس كح تخمر. اللي يحبوها رقيقه غير لازم يحلوها بيان. هنا درت لها صوص طوماط. اذا حبيتو نشارك معكم الوصفه قولوا لي. هنا زينوها بواش تحبوا. انا هنا درت واش كان عندي، درت هنا فلفل حار، زيتون خضر، شويه بصل والفرماج. وندخلوها طيب، نقصو الفرن وندخلوها طيب. هنا بعد ما طابت نشبحوها بالمايونيز، ولا عندكم بيض مغلي، عندكم معدنوس، واش تحبوا على حسب شاكان سونغو. بعد ما تجربي هاد الوصفه مستحيل تزيدي تقولي ما تنجحليش البيتزا كاري ولا ما تجينيش مقرمشه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم. ما تنساوش تدخلوا لي متابعه على الصفحه وجيم وكومنتير.